منير فخري عبد النور خبير اقتصادي بارز وسياسي معروف، عين وزيرا للسياحة في حكومة تسيير الأعمال التي شكلها الفريق أحمد شفيق في 22 من فبراير الماضي، ثم تم تجديد الثقة له في حكومتي دكتور عصام شرف، وأخيرا في حكومة الدكتور كمال الجنزوري. انشغل عبد النور بالسياسة في سن مبكر حتى أصبح سكرتيرا عاما لحزب الوفد الجديد، إلى أن استقال منه في مارس الماضي، وكان نائبا وفديا في مجلس الشعب في برلمان 2000 عن دائرة الويلي، ورشح نفسه عام 2010 عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج، ولكنه لم يوفق وسط أنباء عن انتخابات مزورة. منذ توليه منصب وزير السياحة أطلق عبد النور عدة حملات للترويج للسياحة، آخرها حملة السياحة رزقنا في ميدان الرماية الجمعة الماضية. ولكن بين نجاحات وإخفاقات، كيف يكون مستقبل السياحة في عهد عبد النور؟ منذ اختيار منير فخري عبد النور وزيرا للسياحة، والمصريون بيترقبوا كيف سيدير الوزير شؤون السياحة في أخطر فترات الانهيار اللي بتعيشها بعد الثورة في ظل انفلات أمني خطير. وعبد النور رجل الأعمال الذي تخلى عن عمله الخاص من أجل هذه المسؤولية الصعبة، كيف سيعبر بالسياحة التي يعيش عليها 20% من المصريين إلى بر الأمان؟ أما السؤال الكبير فهو ماذا سيفعل الوزير للسياحة إذا وصل تيار الإسلام السياسي للحكم؟ وهل يعتقد أن هذا التيار يهدد السياحة فعلا؟ معنا النهارده وزير السياحة الأستاذ منير فخري عبد النور. أهلا بيك. أهلا بيك أبو الباشا. نورتنا وشرفتنا. شرف لي. أولا 10 شهور اللي فاتوا شاركت في 4 حكومات، حكومة أحمد شفيق، وحكومتين للدكتور عصام شرف، وأخيرا حكومة الدكتور كمال الجنزوري. كيف ترى تعاقب هذه الحكومات في هذه الفترة الوجيزة وأنت عنصر مشترك في ال4 حكومات؟ أولا الظروف صعبة جدا. ثانيا شخصية رئيس الحكومة ما فيش شك، وهو الذي يقود ويدير، ما فيش شك أنه بيؤثر على القرار وبيؤثر على طريقة اتخاذ القرار. الشخصيات ال3 مختلفة تماما. دكتور الجنزوري رجل ذو خبرة، رجل ذو رأي، يمكن أن تتفق أو تختلف معه في رأيه، في سياساته، في توجهاته، إنما بالقاطع مش ممكن تختلف أو تنكر إنه راجل ينجز ومنجز. دكتور شرف رجل قلبه كبير، مستمع جيد، قلبه كبير. يعني قلبه كبير متسامح، طيب يعني. طيب بس هل يكفي ان يكون رئيس الوزراء طيب؟ ده بقى ايه يعني؟ دي اراء. يعني انا بوصف لك الشخص. طيب، قلبه كبير، متسامح، مستمع جيد. كان هدفه خلال الاشهر من 7 مارس حتى الاسبوع الماضي، هدفه واحد، كان واحد وحيد، الوصول الى الانتخابات البرلمانية، وقد وصل الانتخابات البرلمانية. أحمد شفيق بحبه جدا، رجل نجح عندما كان وزيرا للطيران المدني نجاحا منقطع النظير. فأعتقد أن مصر مدينة له بالمطارات المصرية والارتقاء بمستوى مصر الطيران. ما لحقش خلال تقلده لرئاسة الوزارة أن يثبت نفسه كرئيس وزراء. بس ال3 وزارات فشلت في تحقيق يعني مطالب الناس ومطالب الثورة. نعم. أولا ال3 وزارات، يعني الوزارتين بتوع عصام شرف ووزارة أحمد شفيق، يعني ما تقدرش تحكم. لا طبعا دكتور الجنزوري لسه مش ممكن نحكم عليها خالص. أيوه.
يعني ملاحظة في محلها. إنما هذا الفشل ناتج عن تعجل الشباب الثائر على إجراء الإصلاحات، سواء كان الإصلاح السياسي والاقتصادي. وخد بالك، أنا ما عنديش شك إنه الدكتور شرف مؤمن تماما بأهداف الثورة، مؤمن تماما بضرورة تحقيق هذه الأهداف 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 الأهداف. الو أيوه، بقولها وبقولها. طب ايه مؤشرات حضرتك؟ المؤشرات انه في خلال 3 ايام من العمل في فرق في الامن في الشارع المصري. اول يوم اجتمع بوزير الداخليه والقيادات الامنيه، ثاني يوم اجتمع بالقيادات الامنيه، والنتيجه واضحه. يعني الواحد لمسها في شوارع القاهره. انا راجع من شرم الشيخ، لمسها في شرم الشيخ. الامن تواجد في الشارع. اجتمع النهارده برجال الاعمال ليستمع الى ارائهم ومقترحاتهم، وفي ثانيتها ادى تعليمات وطلب من بعض رجال الاعمال اصحاب الاراء التي راها صائبه ان يتصلوا بالوزراء المعنيين للتنسيق معهم ولتقديم اوراق حول هذه الاراء لتنفيذها مباشره. فورا شكل 4 لجان، لجنة مالية، لجنة اقتصادية، لجنة للمصابين، لكي تعمل وتجتمع وتقدم تقارير بمواعيد محددة بتواريخ محددة. ما فيش شك انه رجل صارم، رجل عمل وعملي، وسينجز. ووضع على جدول أعماله أولويتين. الأولوية الأولى الأمن، وهو على حق تماما، لأن بدون أمن ما فيش عمل. والأولوية الثانية الاقتصاد. والاقتصاد معناها الثقة في الاستثمار في مصر، الثقة في الإنتاج في مصر، إصلاح ما أفسده الدهر في الواقع بشكل أو بآخر وبسرعة، بمعنى التعامل مع العجز الكبير في الموازنة المصرية، التعامل مع العجز الكبير في ميزان المدفوعات، التعامل مع سوء توزيع الدخل. وأعتقد أنه ستتخذ إجراءات في الأيام سريعة، في الأيام القادمة هيكون لها أثر طيب على المناخ العام. ده شيء عظيم جدا. خلينا نتكلم عن السياحة. أنت وزير على مدار الفترة السابقة ما بعد الثورة، وزير السياحة ما بعد الثورة. احكي لي إيه اللي حصل في السياحة في مصر بعد 25 يناير؟ لا يعني الحقيقة قصة مؤلمة. قصة مؤلمة لأنه يجب أن نعترف أن نمو السياحة خلال السنوات العشر الماضية كان نموا يستحق التقدير والإعجاب. هذا النمو ناتج أولا عن سياسة كانت سليمة، ثانيا عن استثمارات في البنية الأساسية السياحية، في البنية الأساسية عامة، إنما البنية السياحية الأساسية السياحية كبيرة وبهدف واضح. طبعا كان في أزمات زي مثلا في نهاية سنة 2010 أزمة القرش، إنما دي مطبات على الطريق. يعني سنة 2010 عدد السواح اللي دخلوا مصر كانوا 14,800,000، الدخل 12 مليار و500 مليون دولار. في يناير 2011 بدأت السنة وتنبئ بأنها ستكون سنة رائعة من الناحية السياحية، لأنه زيادة السياحة في يناير 2011 بالمقارنة إلى 2010 كانت أكثر من 12%. 12% زيادة. ثم قامت الثورة يوم 25 يناير وانخفض عدد السياح الذين أتوا إلى مصر في فبراير 2011 بنسبة 80% بالمقارنة إلى عددهم في فبراير 2010. ووصلت الوزارة يوم 22
فبراير، وأمامي هذا الرقم المفزع وهذا التحدي الكبير. والحقيقة أحب أقول أنه في الوزارة في كفاءات اكتسبت خبرة عبر الأزمات التي واجهتها السياحة المصرية خلال التسعينات الحوادث الإرهابية اللي كانت بتحصل والأزمات طبعا بالتأكيد كانوا بيتعاملوا معاها بشكل فيه حكمة بالتأكيد. ما فيش شك. والحقيقة الوزراء خصوصا الله يمسيه بالخير فؤاد سلطان وربنا يدي الصحة لممدوح البلتاجي كونوا كوادر وخلقوا مدرسة، يعني ناس عرفت وعارفة تتعامل مع الأزمة. وتعاملنا مع الأزمة في إطار المحطيات. زهير جرانة أفسد السياحة؟ لا أحكم على حد. لا، ما أقدرش أقول إنه أفسد السياحة، إنما قطعا يعني قطعا أخطأ ولم يحترم القاعدة القانونية وإدى استثناءات حيث ما كانش يجب أن يعطي استثناءات وخلافه. إنما من الناحية الفنية ما أقدرش أقول إن أفسد السياحة، لا. إن يعني تولى الوزارة سنة 2005 ديسمبر 2005 والأرقام تشير إلى نمو بين 2005 و 2010 نمو ملموس، فما اقدرش اقول انه افسد. لازم الواحد يعطي الحقوق. ده شيء محترم منك، ده شيء محترم. وبعدين ابتدينا نشتغل. وصلت فبراير 80% انخفاض في معدلات السياح المقبلين لمصر من خلال الاتصالات، من خلال العمل على اقناع الحكومات المختلفة برفع التحذير للسفر إلى مصر، من خلال الدعاية والإعلان، من خلال الاشتراك في المعارض الدولية المختلفة الكبيرة والأقل أهمية، من خلال دعوة الإعلاميين من بلاد العالم المختلفة ومنظمي الرحلات من بلاد العالم المختلفة ليقفوا على حقيقة الوضع في مصر، سواء من حيث الحالة الأمنية أو من حيث الإمكانات السياحية. الحقيقة هذا التقلص أو هذا الانخفاض بدأ ينكمش، فبعد ما كان 80% نزل إلى 60% في شهر مارس، نزل إلى 40% في شهر أبريل. وهذا التقدم كان ملموس حتى شهر سبتمبر. في شهر سبتمبر كان انخفاض 20%. ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ حصل للأسف الصدمات. الصدمة الأولى كانت 9 أكتوبر، ماسبيرو. أحداث ماسبيرو. كارثة ماسبيرو، مش أحداث، هي كارثة بمعنى الكلمة. كارثة من الناحية الوطنية، كارثة من الناحية بمناسبة أحداث ماسبيرو، شايف مين المخطئ في هذه العملية؟ وأنا هنا أحدث منير فخري عبد النور، رجل الأعمال القبطي المصري قبل أن يكون وزير السياحة. أنا مقتنع إنه في طرف ثالث كان هدفه إثارة الفتنة. المظاهرة خرجت سلمية وتم الاعتداء على هذه المظاهرة فوق نفق شبرا في أول الاعتداء، ثم وصلت سلمية إلى أمام التلفزيون، ثم فجأة التحمت الأطراف. وهذا الالتحام ناتج عن طلقة نارية أطلقت من مكان ما. أنا ما أعتقدش أنه عرفنا من الذي أطلقها، من ومتى ومن أين أطلقت هذه الطلقة النارية، فقامت الدنيا. طبعا كان في معاملة خاطئة من التلفزيون المصري من خلال مناشدة الشعب للخروج والدفاع عن الجيش من هجوم الأقباط على الجيش. ترتب على ذلك خروج شباب من بولاق، وما في شك أنه هناك جرائم ارتكبت خلال الساعات ما بين الساعة 8
مساء والساعة من خلال وسائل الإعلام، لأنه مفيش حاجة مستخبية. يعني مش طبعا على الهواء. على الهواء. نقل هذه الكارثة من خلال وسائل الإعلام ما فيش شك إنه غير حاجات كتيرة في انطباع العالم الخارجي عن الأحداث في مصر. أدى إلى إيه بقى؟ أفندم؟ أدى إلى إيه؟ أحداث ماسبيرو أو كارثة ماسبيرو. أدى إلى إيه؟ طبعا ترتب على طول في شهر أكتوبر بعد ما كنا بنتحسن. وصلت ل 20% في سبتمبر. 20% لقينا على طول زادت إلى 25 و 26%. ابتدينا الكيرف يطلع فوق تاني. يطلع تاني. 19 نوفمبر الكارثة الثانية، وهي كارثة أيضا، أحداث محمد محمود وما ترتب عنها من وفيات وشهداء ودماء سالت وإصابات وغير ذلك، وكل ده نقل. ومرة أخرى أدى إلى أنه في نوفمبر الانخفاض بالمقارنة إلى نوفمبر وصل لكام بقى في نوفمبر؟ تقريبا 28%. 28%. أواخر نوفمبر بدأت الانتخابات. طبعا الانتخابات وحراك سياسي وحراك اجتماعي، وقد يترتب عن هذا الحراك بعض القلاقل. السواح بيخافوا. السواح بيخافوا من ايه بقى؟ السواح خايفين من ايه؟ خايفين من القلق الذي قد يترتب عنه. انما صدرت بقى الفتاوى غير المسؤولة من أطراف الحقيقة لا تعرف كثيرا عن السياحة وعن أنماط السياحة وعن أرقام السياحة وعن صناعة السياحة، لأنها صناعة في وضع الأمر. والحقيقة دي بقى كان أثرها فظيع. أثرها فظيع لأن ما تقدرش تتصور عدد الاتصالات اليومية التي تصلنا في وزارة السياحة من منظمي الرحلات ومن السلاسل العالمية للفنادق ومن كل المتصلين به ومن شركات الطيران ومن شركات الطيران العارض وخلافه عن بيقولوا ايه؟ بيسألوا في ايه؟ ما هو مستقبل السياحة في ظل هذه الدعاوى والفتاوى. طب ايه اخطر هذه الدعاوى والفتاوى في تقديرك انت اللي حسيت انها اثرت بشكل قاطع على انا بقول لك السياحة؟ انه السياحة الشاطئية يجب الغائها، في حين انه السياحة الشاطئية بتمثل 83% من السياحة في مصر، بتمثل 80% من الطاقة الفندقية المصرية. وعلى فكرة ما هوش استثناء مصري، هذا هو نمط السياحة في العالم كله. وبعدين يقول لك ايه لازم نعمل، يعني دليل على عدم العلم، لازم نعمل زي تركيا ولازم نعمل زي ماليزيا. اهلا وسهلا، نعمل زي تركيا ونعمل اهلا، يا ريت نعمل زي تركيا وزي ماليزيا. في تركيا وفي ماليزيا في البلدين السياحة الشاطئية بتمثل هذه النسبة من السياحة. السائح يأتي لكي يستريح، لكي يستجم، لكي يستمتع بالجو، بالشمس، بالدفء الذي يبحث عنه، خاصة إن جاء من بلاد باردة من الشمال وعاوز يستمتع بحرية، حرية الفسحة، حرية الاستمتاع بالدفء، الاستمتاع بالبحر، الاستمتاع بالرمال الدافئة. فالحقيقة هذه المحاولة في طب انتوا كوزارة السياحة رديتوا قلتوا ايه؟ يعني التساؤلات هذه الاستفسارات رديتوا عليها قلتوا ايه؟ لا الاستفسار، لا انا يعني هذه التخوفات انا ردي واضح جدا. اولا ردي كسياسي بقول وبرصد انه اي سياسي وهو خارج الحكم خطابه يختلف تماما عن خطابه. طب قول لي الخطابين بتوعك. خطابك لو منير فخري عبد النور ما زال هو سكرتير عام حزب الوفد خارج الحكم، وخطابك الذي بالنسبه للسياحه الذي قلته وانت وزير السياحه. لا بالنسبه للسياحه، شوف ما فيش واحد وطني واقتصادي يقدر يختلف في تقييم أهمية السياحة كركيزة من ركائز الاقتصاد المصري. أكيد. يعني
لما يكون عندك قطاع بيمثل 49% من الصادرات الخدمية المصرية، لما يكون عندك قطاع هو بالفعل أكبر مصدر للعملات الأجنبية، دخلك سنة 2010 12 مليار دولار ونص، وأنا أعتقد وعلى يقين، وهذه هي خطة وزارة السياحة، أنه هذا الرقم ممكن يتضاعف على سنة 2017. لما هذا القطاع بيعمل فيه بشكل مباشر وغير مباشر ما لا يقل عن 4 مليون عامل، بيمثلوا 1 على 6 أو 1 على 6 ونص من القوى العاملة المصرية. صحيح. لما هذا القطاع كل ما هتزود مليون سائح هتخلق 200,000 فرصة عمل. لما في حين انه يجب ان تواجه مشكلة البطالة في مصر، في حين لازم تخلق 800,000 فرصة عمل سنويا عشان تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل. انا ما اعتقدش انه في مسؤول بعقله يستطيع ان يتغاضى عن هذا المصدر. طب احنا خسرنا قد ايه نتيجة هذه الدعاوي التي تطالب بتحريم السياحة الشاطئية؟ هل احنا خسرنا نتيجة ده؟ لا شوف، طبعا خسرنا. انا ما اقدرش اقيم، لا ما اقدرش اقيم الخسارة، لانه هذه الفتاوى صدرت يوم 25 نوفمبر، النهارده يوم 12 و13 ديسمبر، يعني ما لحقتش تقيم وتعرف. انما القلق الذي انتاب السائح المحتمل، القلق الذي انتاب منظم الرحلات وشركات الطيران وسلاسل الفنادق وبتاع، اللي هو بيبعت لك السائح، القلق الذي انتاب المستثمر في قطاع السياحي، سواء كان مستثمر مصري او اجنبي. الحقيقه يعني ملوش قيمه. هذا القلق ملوش قيمه لانه بيغير انطباع المقصد السياحي، الانطباع عن المقصد السياحي. بدل ما مصر تكون في ذهن صورتها الذهنيه لدى السائح المحتمل، البلد الذي يرحب بالسائح، الذي يقبل الثقافة المختلفة والسلوكيات التي قد تكون مختلفة، المنفتح على كل هذه الثقافات، كل هذه الحضارات، هتتغير الصورة الذهنية. وعلى فكرة انت بتذكرني، أنا كنت في أوائل نوفمبر، يوم 8 نوفمبر 9 نوفمبر في لندن، في معرض دولي اسمه الورلد ترافل ماركت في لندن، أحد كبار المعارض السياحية في العالم. وكان في ندوة شارك فيها عدد من وزراء السياحة في العالم، كان عددهم 21 وزير السياحة، وشاركت فيها. اتكلمت عن السياحة في مصر، واتكلمت عن انه الشعب المصري يقدر ويقيم قطاع السياحة بقيمته الحقيقية. والدليل انه في عز ايام الثورة وفي قلبها في بداية التحرير كان في لافتات بترفع تطالب السياح بعدم مغادرة البلاد، وبتوعدهم بحمايتهم. وانه من يوم 25 يناير لغاية النهاردة ما حصلش استهداف لأي سائح بأي شكل من الأمكان في أي مكان وفي أي مدينة أو في أي مقصد من المقاصد السياحية المصرية. فرد علي وزير السياحة النرويجي، هي كان رده سخيف جدا. قال لك ايه؟ اتهم مصر بانها جزينوفوبيه بمعنى انها ايه؟ تكره الاجنبي. فطبعا يعني كان تعليق سخيف، واضطريت ارد عليه بعنف، وقلت له يجب انه يتعلم ويعرف تاريخ مصر، والتاريخ مصر انه على ضفاف النيل في حضارات مختلفه تلاقت، وهذه الحضارات تحاورت وتكاملت ولم تتصارع، وأثرت وشكلت الشخصية المصرية لا هي منفتحة على كل هذه الحضارات. إنما الحقيقة أنا قلت هذا الكلام عن قناعة، يعني مقتنع. إنما بعد الواحد بيسمع
هذه الفتاوى التي تصدر من هنا ومن هناك، الواحد بيتساءل هل كان على حق؟ منير بيه، حضرتك خلينا نتكلم على ارض الواقع النهارده. ما هو فعلا في اصوات اسلاميه سواء اخوانيه او سلفيه بترفض مثل هذا النوع من السياحه الشاطئيه. اذا السؤال، هل هذه السياحه مهدده؟ وما هو حجم الضرر الناتج اذا ما توقفت هذه السياحه؟ لا، حجم الضرر ضرر بالغ. ضرر بالغ. لما اقول لك 80% من السياحه ما اقدرش اعوضها. لما يقول لك ايه، انا هعمل لك سياحه ثقافيه، طب ما بنعمل سياحه ثقافيه واعمل سياحه بيئيه واعمل سياحه دينيه واعمل كل ده بيتعمل. انما كل ده لا يمثل اكتر من 20%. لو التقينا بيه وزودناه وبتاع هيوصل ل 25%. انا مش هيزيد عن كده. مش هيزيد عن كده. وبعدين انا مش فاهم يعني يعني عمرنا ما حاولنا نعد السواح المسلمين وغير المسلمين اللي بيجوا في مصر. انما انا اؤكد لك انه نسب السياحه المسلمه في مصر كبيره جدا، والسياحه الشاطئيه المسلمه كبيره جدا، والسياحه العربيه الشاطئيه كبيره جدا. فهذا يعني هذه النظره الحقيقه هي نظره لا تستند الى اي شيء الحقيقه. مدى صحه ان في منشورات اتوزعت في شرم الشيخ على بعض السياح بتقول لهم تحشموا في اللبس، ما تلبسوش ملابس زي كده، او في حاجه زي كده حصلت؟ طبعا في شرم الشيخ وحصلت في الغردقه من كام شهر. حصلت طبعا. بتقلق السائح، بتخض السائح، وبعدين هيرجع بلده وهيروي، هيحكي وهيخوف. يعني كل ده طبعا تاثيره السلبي كبير جدا. طب المخاوف اللي موجوده عند البعض من وصول الاسلاميين للحكم وتاثير ده على السياحه، هل لديك نفس هذه المخاوف؟ لا، انا قلت لك، انا يعني هذه الدعوه وهذه الفتاوى بتصدر. انا بتكلم مش دعوه فتاوى، انا بتكلم عن الحكم بقى. اما بالظبط كده، لما هيوصل للحكم وهيكون مسؤول وعارف انه سيحاسب، وسيحاسب من الراي العام، وسيحاسب من الاعلام، ويحاسب في ظل مناخ ديمقراطي، انا اعتقد انه هيعمل حساب للقيمه الاقتصاديه لهذا القطاع. اعتقد انه هيعمل حساب لقدره هذا القطاع على توليد فرص عمل. اعتقد انه هيعمل حساب على مساهمه هذا القطاع في الناتج المحلي، مساهمته في ميزان المدفوعات وما الى ذلك. يعني الكلام وانت بره سهل، الكلام وانت جوه لازم يتحسب، والاجراء لازم يتحسب كمان اكتر. في سؤال من محمد عاطف بيسال حضرتك، بيقول لك طريق الغردقه الاقصر سيء للغايه رغم ان كل سياح الغردقه ليهم رحلات الى الاقصر. صح، عنده حق. في حل هيتم في هذا طبعا. يعني طبعا في قصور كثير او كبير في الطرق وفي البنيه الاساسيه بتاعه النقل. واحد المشاكل التي نواجهها، ومن اكبر المشاكل التي نواجهها، هي الحقيقه احداث السيارات، نتيجه احد اسبابها انه الطرق ما هياش على المستوى المطلوب. خلينا نتكلم معاك على الانتخابات البرلمانيه الاخيره، وانت كرجل سياسي شايف ازاي النهارده تصاعد دور الاسلاميين وتخوف الاقباط والليبراليين من ذلك؟ اولا احب اقول لك انه تصاعد القوى الاسلام السياسي نتيجه طبيعيه للسياسات المختلفه التي شهدناها خلال حوالي 30 سنه الماضيه، وعشان ما ازعلش حد مش هقول 60 سنه الماضيه. انما النتيجه الفعليه هو ان الاحزاب الليبراليه كلها عانت من ضغوط فظيعة ضدها، وفقدت منابرها. بينما الأحزاب التي تحسب على التيار الديني لم تفقد منبرها أبدا، لأنها ظلت تستخدم الجوامع والزوايا لكي تتصل بقواعدها الشعبية، فضلا أنها بمنتهى الصراحة يعني اشتغلت وخدمت. وبينما الأحزاب الليبرالية كلها فقدت الأمل ولم تقم بواجبها
الاجتماعي على الأقل لكي تكسب أرضية وشعبية. فضلا عن أنه ما وصلنا إليه هي نتيجة لسياسات إعلامية وتعليمية وثقافية خاطئة وإلى خطاب ديني تطرف. ولما بتكلم عن خطاب ديني تطرف بتكلم عن خطاب ديني إسلامي ومسيحي. وكان من نتيجة كل ذلك أنه يحصل استقطاب. أنا شايف النتيجة طبيعية. أنا شايف أنه كنت متوقع هذه النتيجة؟ لو راهنت بهذه النسبة؟ شوف أنا طبعا لا أنا كنت راهنت وقلتها في مجلس الوزراء وقلتها لأكثر من زميل أنه التيار الإسلامي السياسي بأطيافه المختلفة هيحصل على فوق 60%، ومصمم أن أقول أنه يعني النتائج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لن تختلف كثيرا عن نتيجة المرحلة الأولى. كنت هقول لك حاجة. قلق الليبراليين وقلق الأقباط يعني طبيعي لأنه هناك خطاب متطرف مخيف. يعني لما يقول لك حتى يعني هقول لك حاجة. في فتاوى أحد أئمة التيار السلفي اسمه الشيخ ياسر البرهامي. أنا أرجوك يعني تتتبع هذه الفتاوى وممكن هتلاقيها على النت تحت. المهم هتلاقيها على النت. قال إيه؟ ما تسلمش على القبطي، ما تعيدش على القبطي، ما تاكلش مع القبطي. هروح أبعد من كده. حتى أقلهم تشددا عندما ينظر إلى القبطي على أساس من أهل الذمة، أنا كقبطي أرفضها. أنا مش عايز أكون في ذمة حد، أنا في ذمة الوطن. مش محتاج حد يحميني، ربنا اللي حاميني. فيعني في دولة المواطنة، في دولة المساواة بين المواطنين، هذه المفاهيم يجب أن يعني هل تعتقد في بعض الأقباط فكروا في الهجرة من مصر بعد هذه الأجواء؟ عدد من المصريين وعدد كبير من المصريين سواء كانوا مسلمين أو أقباط. بدعوك لزيارة القنصلية الأمريكية وهتشوف أنا ما رحتش، لما توصفت لي العشرات إن لم تكن المئات في انتظار. الأمريكية والكندية والأسترالية يعني. طب تفتكر حضرتك أنا توصفت للقنصلية الأمريكية بالتحديد. تفتكر إيه التطمينات اللي ممكن تطمن المصريين الأقباط إن الأمور لن تضرهم في شيء إذا ما حكم الإسلاميين رغم هذه الأصوات المرتفعة؟ يعني أنا هقول لك، أنا أعتقد إنه على الأحزاب المدنية دور مهم في هذا الصدد. أي أحزاب؟ المدنية. كل الأحزاب المدنية يعني. بس الأحزاب كما ترى يعني ليس له وجود في الانتخابات، وأولهم حزب الوفد. أنا معك. أولا أنت عندك تفسير لهذا التراجع لدور الوفد في الشارع المصري وتمثل ده في النتيجة بتاعته؟ طبعا الوفد أخطأ في استراتيجيته. الوفد داخل في تحالف مع الإخوان المسلمين، وأنا شخصيا ما كانش عندي أي اعتراض على هذا التحالف، لأنه كان ممكن أن يلعب دور الجسر الذي يربط ما بين حزب الحرية والعدالة والأحزاب المدنية المصرية. وعلى فكرة على الأحزاب المدنية أن يلعبوا هذا الدور، على الأحزاب المدنية أن يقربوا حزب العدالة والحرية إليهم ليبعدوهم عن القوى الأكثر تطرفا، يبعدوهم عن الحركات الأكثر تطرفا. ما كانش عندي مانع، ثم قرر لسبب فض هذا الاتفاق وليكن. كان على حزب الوفد أن يغير الاستراتيجية ويجمع القوى الليبرالية لتكوين جبهة ليبرالية تدعو إلى الدولة المدنية في مواجهة دعاة الدولة الدينية. ولم يفعل. في زمن الاستقطاب
من الوسط بيتهرس. يعني بالبلدي هقول لك اللي بيرقص على السلم ولا اللي فوق بيشوفوه ولا اللي تحت بيسمعوه. فهذا ما فعله الوفد في السياسة وخصوصا في زمن الاستقطاب. يجب أن تأخذ موقف. عمر ما كل الناس هتحبك، عمر ما كل الناس هتأيدك. لازم تاخد موقف يكون لك أنصار ولك منافسين. إنما تاخد موقف مايع ولا هو يمين ولا هو يسار مش هتعجب حد. في أصوات النهاردة بعد نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بتطالب بتغيير قيادات حزب الوفد ووجود جيل جديد شوف أنا ينهض بالحزب مرة أخرى. رأيك إيه في هذا الرأي؟ شوف أنا بعدت عن الحزب منذ أن دخلت الوزارة في 22 فبراير الماضي، وخلعت رداء الحزبية وأنا بتقلد هذا المنصب الوزاري في حكومة هي في الواقع حكومة وطنية تقوم بواجب وطني، وبالتالي مش داخل في العمل الحزبي ومش هتكلم في الشأن الحزبي اللهم إلا كمتابع عن بعد زي ما حللت لك وفسرت لك أسباب النتائج السيئة التي حققها حزب الوفد. في الطبيعي طبيعي انه في اي حزب ديمقراطي، في اي حزب في الواقع بعد انتخابات ان يقدم رئيس الحزب او قيادة الحزب الحساب وان يحاسب. ومع ذلك انا اتوقع، بس عشان اكون محدد في كلامي، انا اتوقع انه نتائج حزب الوفد في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ستكون افضل بكثير من نتائجه في المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى الحقيقة كانت الوفد كان تنظيمات الوفد كانت ضعيفة في القاهرة وفي اسكندرية أساسا. أتصور نتمنى والله أن المرحلة الجاية الوفد يحقق ما لم يحققه في المرحلة الأولى. أتصور إنه هو حزب له تاريخه العريق يعني. منير بيه، بعض اصدقائي من الاقباط بيقولوا لي دايما احنا ما حسيناش ان في ثوره قامت. تقول لك احنا اوضاعنا في مصر قبل الثوره زي بعد الثوره، ما زال هناك شعور بالتمييز. انت كوزير في الحكومه وكمواطن مصري قبطي، هل تشعر ان المواطن القبطي ما زال يشعر بنفس الشعور الذي كان يشعر به ويعيش في ظل حكم النظام السابق نظام مبارك؟ الحقيقه انا موافق هذه الملاحظه، واعتقد انه كان هناك وعد قطعته على نفسها الحكومة الماضية وما نجحتش في تحقيقه، ألا وهو إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد أو قانون لتنظيم بناء الكنائس. وهذا القانون لسبب أو ما سألتش ليه القانون ده ما طلعش وأنت وزير في الحكومة؟ يعني أنت الصوت القبطي في الحكومة، ما سألتش ليه ما طلعش؟ شوف، لا مانيش الصوت القبطي، انا الصوت المصري، الصوت المصري طبعا، لكن انت ايضا لك راي يعني. لا، هذا المشروع القانون موجود واتعمل وجاهز. بس ما طلعش. ما طلعش. تفتكر هيطلع في ظل حكومه دكتور الجنزوري؟ يجب ان يصدر، واقولها وساطالب بها مش كقبطي، كمصري، لانه هقول انه وهردد هذه المقوله طالما انا حي، أن الوحدة الوطنية هو أقوى سلاح يمتلكه المصريين في مواجهة كل المخاطر التي تتهدد. كلمة أخيرة، توقعاتك إيه لمستقبل السياحة في مصر؟ لا، السياحة لن تموت. السياحة قوية. في خطر؟ السياحة في خطر، إنما يعني واجهت السياحة المصرية واجهت أخطار كثيرة. صحيح. بما فيها الإرهاب، بما فيها مشاكل كثيرة أخرى. إنما السياحة هي بالنسبة لمصر ما هو البترول بالنسبة لدول الخليج، ولا يمكن أن نتغاضى عن هذا المصدر، مصدر من الإيراد، مصدر من لخلق فرص عمل، لا يمكن. ربنا توقعاتك إيه بالنسبة لمستقبل السياحة في ظل هذه الظروف؟ هنتأثر. أنا أعتقد أن الجزء الأولاني من سنة 2012 مش هيكون طيب، لأنها هيكون استمرار للحراك الانتخابي. إنما بعد كده هقول لك صناعة السياحة في هذه المنطقة من العالم لا يمكن أن تقوم وتزدهر
بدون مصر، خاصة في الشتاء. يجب أن تعرف أن مصر على بعد 4 ساعات من كل عواصم الدول الأوروبية، سواء كانت الغربية أو الشرقية، اللي هي بتبحث في الشتاء عن الدفء، دفء شمس مصر، دفء رمال وبحار مصر، وما يقدروش يعيشوا منها. خاصة انه في استثمارات كبيرة جدا، سواء كان في مصر استثمارات أجنبية في قطاع السياحة، أو استثمارات في وسائل النقل والنقل الجوي، اللي يجب أن يعمل من خلال نقل السواح في الرحلات اللي هي 4 ساعات. فيعني سواء كان واقع مصري أو واقع صناعة السياحة العالمية، أنا أعتقد السياحة عمرها ما هتموت. نتمنى أن السياحة تعود مرة أخرى وتنهض وتعود إلى معدلاتها، الليالي السياحية تعود. أنا أحب أضيف حاجة. اتفضل. إنه أنا راجع من شرم الشيخ النهارده بعد الظهر، أنا بشكرك إنك أنت جيت مطلع على هنا، أشكرك يعني. الله يخليك. وكنت بتفقد عدد من المشروعات في شرم الشيخ. ما زالت الثقة في هذا المقصد السياحي من قبل المستثمرين الأجانب والعرب والسعوديين بالتحديد موجودة. وبكرة أنا هروح أزور بعض المشروعات، مشروعات الفنادق التي تقام في مصر. الأسبوع الجاي أو اللي بعديه إن شاء الله هنفتتح فندق جديد في البليانة في سوهاج. عظيم. الرحلة النيلية الطويلة ستعود إن شاء الله ابتداء من شهر يناير القادم. يعني سنعمل كل ما هو ممكن لتعود السياحة إلى سابق عهدها. هل لما بتحصل مظاهرات ومليونيات في التحرير بتأثر على السياحة في مصر؟ بتأثر على السياحة في القاهرة. وفي كل تسويقنا بنؤكد أنه سواء كان الأقصر أو أسوان أو المقاصد السياحية في الصعيد أو على شواطئ البحر الأحمر أو في سيناء تبعد عن القاهرة. وبالتالي والحقيقة السائح الأجنبي يتفهم ذلك تماما أو تفهم ذلك تماما. والدليل أنه خلال الأشهر الماضية لما كان الأمن مستتب في شرم الشيخ والغردقة على عكس القاهرة، كانت السياحة في هذين المقصدين يعني طبيعي، على عكس القاهرة اللي تأثرت كثيرا. أتمنى لك التوفيق، وأتمنى لك أن لقائنا القادم نقول أن الليالي السياحية زادت والمعدلات ارتفعت وأن الأمور عادت إلى مجاريها. نتمنى إن شاء الله. أشكرك جدا سيادة الوزير منير فخر. بشكركم. بعد الفاصل مناظرة من مناظرات برلمان الثورة، أرجوكم انتظرونا.